إذا انتهت الحكاية وأسدل الستار على بطولة أوروبا يورو 2024 في ألمانيا. وكما كان متوقعا المنتخب الإسباني يحقق اللقب الرابع في تاريخه ويفض الشراكة مع المنتخب الألماني. وقبل الخوض في التفاصيل، المنتخب الإسباني حقق اللقب بهذه اللقطة. داني أولمو المنقذ، داني أولمو الذي تحدثت عنه كثيرا في هذه البطولة وكررت اسمه كثيرا خلال المباريات. داني أولمو لم يسجل، لم يصنع في النهائي، لكن إنقاذ تاريخي من على خط المرمى في الدقيقة 90 ينقذ منتخب بلاده من هدف محقق ويساهم بمنح بلاده لقب اليورو. المباراة كانت في الشوط الأول مملة نوعا ما. المنتخب الإسباني سيطر على الكرة، استحوذ كثيرا، تمريرات، حاول أن يخترق الدفاع الإنجليزي، لكن التعليمات والإرشادات من ساوثجيت كانت واضحة جدا: الإغلاق والتكتل في الخلف وعدم منح أي ثغرة لمنتخب إسبانيا، خاصة من جهة يامال ومن جهة ويليامز الذي حاول في أكثر من مرة أن يرسل كرات عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، لكن كل المحاولات باءت بالفشل. وكان هناك لقطة جدلية في الشوط الأول، طالب الإسبان بركلة جزاء بعد اعتراض من المدافع الإنجليزي للمدافع الإسباني لابورت الذي حاول أن يصل للكرة، لكن كما نشاهد في هذه اللقطة تم منع لابورت والحكم والفار لم يتدخلا. الشوط الأول انتهى سلبيا. في الشوط الثاني وفي أول هجمة لامين يامال الأمين جمال يتقدم، يجتاز بعض اللاعبين ويرسل كرة بالمقاس أمام نيكو ويليامز الذي لم يتوانى في إيداعها الشباك. المنتخب الإسباني تقدم بهدف. وفي بداية الشوط الثاني كان هناك تبديلا اضطراريا بإخراج رودري طبعا اختير أفضل لاعب في البطولة. المباراة استمرت، وكما ذكرت سابقا بأن المنتخب الإنجليزي منتخب لا يعرف اليأس، منتخب لا يوجد في قاموسه كلمة مستحيل، وهذا ما تحقق بالفعل. لاحظنا كيف تمكن المنتخب الإنجليزي من إدراك التعادل عن طريق البديل بالمر، وكانت هناك أيضا أكثر من محاولة لتسجيل هدف آخر، لكن المنتخب الإسباني، وهذه عادة الإسبان، لا يهتزون. المنتخب الإسباني في أي وقت يتلقى هدفا نراه هادئا منضبطا لا يهتز أبدا مهما حدث من تغيرات في مجرى المباراة. المنتخب الإسباني حافظ على هذا الهدوء وحافظ لاعبه على التركيز وتمكنوا من تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب البديل الآخر. نعود ونذكر بداني أولمو، رب ضارة نافعة. إصابة بيدري منحت أولمو الفرصة لإثبات جدارته وقدراته، وهذا ما تحقق بالفعل. سجل 3 أهداف، صنع هدفا حاسما أمام المنتخب الألماني. اليوم في النهائي أنقذ منتخب إسبانيا من هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ولربما لو جاء هذا الهدف وذهبت المباراة للأشواط الإضافية لا تغير كل شيء، خاصة بعد إخراج يامال. وهذه أيضا نقطة لا أفهم لماذا المدرب ديلا فوينتي يصر على إخراج يامال من المباريات، خاصة أن منتخبه متقدما بهدف واحد، وهذه النتيجة غير مطمئنة. يعني معروف في كرة القدم أن الهدف يأتي خلال ثوان فقط. المهم المنتخب الإسباني حقق المراد وخطف اللقب الرابع، وأصبح يتربع على عرش المنتخبات الأكثر تتويجا بأمم أوروبا. والمنتخب الإسباني في هذه البطولة
حقق الفوز في جميع المباريات، لم يتعادل، لم يصل إلى ركلات الترجيح، والأهم من ذلك أنه أخرج أقوى المنتخبات الأوروبية كرواتيا في المباراة الافتتاحية، ومن ثم إيطاليا. بعد ذلك جاء الدور على البلد المستضيف صاحب الأرض والجمهور المنتخب الألماني، ومن ثم فرنسا، ومن ثم منتخب إنجلترا. جميع المنتخبات التي تمكن المنتخب الإسباني من هزيمتها هي منتخبات من العيار الثقيل من الصف الأول، لذلك المنتخب الإسباني استحق اللقب عن جدارة واستحقاق، وأصابت توقعات مجد وأخطأت توقعات حفيظ دراجي. El primer gol de la final fue asistencia de Lamine Yamal y gol de Nico Williams.